بلا ما تشوي وبلا ما تقلي. فليفله محمره ومجمره تحلفي عليها مقليه بطريقه عبقريه جديده سهله وسريعه، والمهم في الامر انها صحيه اقتصاديه وكتجي لذيذه 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 ما تشبعوش منها. لعشاق المقليات هذه لكم، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تخليوهاش عندكم، بارطاجيو الفيديو مع جميع الاصدقاء والعائله لتعم الفائده. كنشكركم فين ما كنتوا ولا كنتوا مازال ما اشتركتوا، تنقول لكم مرحبا و100 الف مرحبا بالجميع. نتمنى تجربوا الوصفه هذه. الوقيته ديالها الفلفله غنيه عن التعريف، فوائدها كثيره. نتمنى انكم تدخلوها في المنيو ديالكم، حضروا منها وصفات عديده. شكرا لكم على المشاهده ومرحبا بالجميع. بسم الله على بركه الله. قبل ما نبداو نصليو كاملين النبي عليه الصلاه والسلام. بالنسبه كميه الفلفله كتبقى اختياريه وعلى حسب عدد افراد الاسره. نستعمل انا 4 الحبات سبق لي غسلتهم، غنشفهم مزيان بالمنديل. اول حاجه غنقوم بها انني غادي نقطع الشابو ديال الفلفله وغادي نحيد لها القلب ديالها والزريعه في نفس الوقت. ضروري كنقوموا بهذه الخطوه هذه باش كتسهل علينا في تحضير الوصفه، ما كيبقاش داك الشابو كيعرقل لينا ديال الفلفله. من بعد هنايا ما تخلصت من القلب ديال الفلفله كتشوفوا معايا، طريقه سهله سريعه بسيطه وممتعه في نفس الوقت. غادي ننتقلوا للمرحله اننا غادي نضيفوا القليل من الملح في القلب ديال الفلفله، رشه خفيفه في قلب كل وحده باش كتجينا الفلفله لذيذه وبنينه. الشرط الاول انها تكون عندنا ديك الفلفله المهبره الملحمه ديال القليان. الشرط الثاني تكون عندنا المقله ما كتلصقش وما كتحرقش في نفس الوقت. المكون الثاني اللي غادي نستعملوه في الوصفه وهي حبه ديال مطيشه ديال الطماطم، سبق لي وقطعتها هنايا دوائر رقيقه. هي المكون اللي غادي يساعدنا الفلفله باش تقلى لينا بلا زيت. ندير واحد رشيشه ديال الملحه، غادي نوضع معلقه كبيره ديال الزيت، غادي نضيف كذلك المعلقه الثانيه ديال الزيت. كتلاحظوا معايا 2 معالق ديال الزيت كافيين باش غادي نقليو بهم الفلفله. فبلا كثرة الزيوتات غنحصلوا على فلفله مقليه محمره ومجمره كما شفتوا معايا في الاول الفيديو. هنايا الدور ديال الغطاء ديال المقلاة هو اللي غادي يساعد لينا الفلفله باش تصهد وتسخف وتنزل، وغادي تقلى لنا بواحد السهوله. غادي يدخلها الطياب في نفس الوقت كي شفتوا معايا. من بعد ما مرات ليا واحد 3 ديال الدقائق غادي نحيد الغطاء وغادي نقلب الحبات ديال الفلفله على الوجه الثاني، وغنرد عاوتاني كذلك الغطاء ديال الفلفله. ضروري ثم ضروري تستعملوا الغطاء. بالنسبه للنار كنأكد ونعاود تكون النار مهيله، ما تجهدوش على النار باش ما تحرق ليناش الفلفله قبل ما طيب لينا، يعني قبل ما تقلى لينا. هذا هو السر ديال نجاح الوصفه، هو النار كتكون مهيله. هنايا كتلاحظوا معايا غنبدا نقلبها وغنرد عليها الغطاء مره ما نكثرش فيها التحراك والتقلاب. هنا بالنسبه للجوانب اللي فيهم مطيشه ما كنقيسوش كاع مطيشه نهائيا باش ما ترونش لينا في المقله وغادي تضيع لينا الوصفه. شفتوا معايا الجوانب ما كنقيسهمش، كنحرك هي الفلفله مره وغادي نخليها حتى غادي تقلى مزيان، لان في الاول راه كتطلق لينا الماء وهي اللي كتساعد لينا الفلفله انها يدخلها الطياب. من بعد كتولي تشرب داك الماء وكتقلى بسهوله. كذلك الدور د المطيشه هو اللي يساعد الفلفله باش طابت لينا، لانها طلقات الماء ديالها وفيه طابت الفلفله. كتجي الفلفله لذيذه ما تشبعوش منها، واحد المذاق خرافي طوب. كتلاحظوا معايا صافي غنبدا نقلبها على كلا الجهتين حتى غادي تحمر ليا وتجمر ليا. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الفلفله ديالنا بعد ما تحمرات وتجمرات. كتجي يا سلام، راها القشره كطير بسهوله، يعني كتحيد بكل سهوله. تحلفي عليها مقليه في الزيوتات وهي غير 2 معالق ديال الزيت قلينا بها مقيله ديال الفلفله. طريقه مبتكره جديده سهله وسريعه. حصلنا على فلفله مقليه محمره ومجمره، مذاق لذيذ ما تشبعوش منها. نتمنى تجربوا طريقتي ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وكذلك نتمنى انكم ما تخليوش الفيديو عندكم، بارطاجيوه مع جميع الاصدقاء والعائله لتعم الفائده. استغلوا قطاد الفلفله، حضروا منها وصفات عديده، فوائدها غنيه عن التعريف. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى كذلك تخليونا واحد الوصمه صغيره لايك بارطاج اشتراك
والقناة من أجل الدعم والاستمرارية والمزيد ثم المزيد من الوصفات. النتيجة قدامكم، الفلفلة طيبة، الزبدة، المذاق ديالها يا سلام، وصفة ناجحة مليار في المية. كنشكركم بزاف لأنكم عطيتوني دقائق من وقتكم الثمين. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى الملتقى في فيديو آخر إن شاء الله، بصحة والراحة.